بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. اخبار نادي الزمالك. الزمالك يختتم استعداده اليوم في 7:30 توقيت القاهره للقاء بيراميدز غدا في نصف نهائي كاس السوبر المصري. المباراه مهمه جدا جدا، تقام في 7:30 في استاد النهيان بمدينه ابو ظبي بدوله الامارات العربيه المتحده. في محاولات لتجهيز محمد صبحي. محمد صبحي شارك في جزء من المران امبارح، يعني ربنا يسهل ان شاء الله يكون جاهز لهذه المباراه. في حاله عدم مشاركه محمد صبحي هيكون البديل محمد عواد. محمد عواد هيكون البديل في حاله عدم مشاركه محمد صبحي، لان طبعا محمد عواد بيجيد ضربات الجزاء، وربما تنتهي المباراه بالتعادل السلبي او التعادل الايجابي ويلجأوا لضربات الجزاء مباشره حسب اللائحه بتاع البطوله. معروف طبعا ان اخر مباراه كانت السنه اللي فاتت ما بين بيراميدز والزمالك انتهت 1-1 ولجوا لضربات الجزاء، والزمالك فاز 5-4 في هذه المباراه، وكان تألق محمد عواد بصوره لافته للنظر جدا جدا جدا. طبعا مزيرا خلاص بره خالص مش موجود، عماد دونجا طبعا عشان الاصابه، ناصر منسي ومحمد السيد الاسباب تأديبيه دول مش موجودين. نيجي الموضوع التاني، الموضوع اللي هو عامل الوش وعامل هيجان وعامل هيصه. طبعا الاخ الواد سيد الشغال بتاع الكتاب الالكترونيه هو اللي عامل الشغل ده كله، شغل المدرب حراس المرمى اللي هو فيتور بيريرا المدرب البرتغالي. اسرائيل ودرب في اسرائيل والقصص دي كلها، كل ده شغل الكتاب الالكترونيه. ما احنا كان عندنا قبل كده اسماعيل، كان عندنا ايمانويل بناهيني كان بيلعب في الاسماعيلي وكان بيلعب في اسرائيل، ومايوكا كان بيلعب في الزمالك وكان بيلعب في اسرائيل، وكان عندنا 8 لعيبه مصريين كانوا بيلعبوا في اسرائيل، منهم محمد صبحي. محمد صبحي ده يعتبر بطل ملاكمه في اسرائيل. فقصه معروفه، قصه كتاب الكترونيه بتشتغل على الموضوع ده. ولكن هل الزمالك بقى هيتاثر بالحملات اللي هي موجوده دلوقتي؟ هل ممكن يتم اقاله مدرب حراس المرمى، او ان هو الاستغناء عن خدماته عشان ما تعملش وش؟ مجلس الاداره دايما بيحب ان هو يريح دماغه من القصص دي كلها. ولكن يمكن جول اودوارد ما ردش او ما فيش اي تعليق خالص على قصه مدرب حراس المرمى، مع ان انا شايف عادي يعني مدرب حراس مرمى. هل هو جاي ومعاه مدرب احمال؟ هيكون في مدرب اجنبي بعد كده؟ هل هيبقى نونو الميدا زي ما اتقال؟ في ناس نافت، ناس قالت ممكن يكون في مدرب حاطينهم احتياطي بحيث ان لو حصل لا قدر الله اي شيء في السوبر هيتم تغيير الجهاز الفني، او هيتم الابقاء على احمد عبد الرؤوف كمدرب مساعد مع المدير الفني الاجنبي اللي هو هيجي جديد. كل دي احداث غريبه جدا. احنا عايزين نركز على السوبر، عايزين ندعم الفريق، ندعم احمد عبد الرؤوف، ندعم اللعيبه، ندعم الجهاز الفني الموجود دلوقتي حاليا. جمهور الزمالك هيبقى له دور كبير جدا 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 في دعم الفريق في مباراه بيراميدز. الزمالك هيرتدي اللون الابيض او الزي الاساسي بتاعه، بيراميدز هيرتدي بردك الزي الاساسي او الزي الاحتياطي بتاعه. مفيش اي مشاكل خالص، الامور ماشيه على مرام. جمهور الزمالك كل التذاكر تم حجزها، هيكون جمهور الزمالك هو ليه الحضور الاقوى والاكبر بكره باذن الله تعالى في مباراه بيراميدز كدعم وكمؤازره وتشجيع للعيبه. نتمنى ان شاء الله نوصل للمباراه النهائيه ونواجه بقى الاهلي، نواجه سيراميكا كليوباترا زي ما هنشوف. يمكن مشكله القيد خلاص اتحلت. في كلام ان هاني بيرزي عضو مجلس الاداره اتبرع بمبلغ الخاص اللي هو $50,000 اللي هو الخاص بالمساعدين بتاع جوزيه جوميزي البرتغالي. هيندفعوا دول، لان لو دول دفعوا خلاص ممكن القيد يترفع بعد كده، وممكن الزمالك ان هو يجيب لعيبه. لكن نتمنى ان كل المشاكل الثانيه تخلص، لان المشاكل كترت جدا في الزمالك، في الفيفا مشاكل كتيره، جروس، جوميز، لعيب النادي المغربي، النادي الاوكراني، النادي البرتغالي، قصص كبيره، مشلاك البولندي. فنتمنى ان مجلس الاداره يتدارك كل هذه المواقف ويخلص بقى من موضوع المشاكل الماليه دي. كان الاول بيقولوا مجلس الاداره السابق هو السبب في الحاجات دي، لكن في عهد المجلس الحالي ما شاء الله القضايا كتيره جدا 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 جدا. مش كل مدرب، حتى الراجل اللي ماشي ده البلجيكي يانيك فيريرا بردك ممكن يشتكى، يعني ان هو بيهدد ان هو يشتكي للفيفا. كل التوفيق للزمالك، وان شاء الله فرح جماهيره بكره باذن الله. شكرا.